السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي. هعمل معاكم النهاردة حاجة حلوة بسيطة وسهلة جدا. لما بقول بسيطة وسهلة جدا أنا بقول لكم كده علشان عارفة إن الفيديو بتاع النهاردة الحاجة اللي انت هتعمليها ديت هتشتريها من بره بأربع أضعاف أو خمس أضعاف التمن. هنعمل مع بعض النهاردة بنص كيلو سبونج جاهز، 10 قطع من الجاتو اللي انتوا شايفينها دي، وبنص كيلو سبونج أبيض كمان هنعمل 12 قطعة جاتو سويس رول. حاجة يعني من فوق الخيال. وصفة النهاردة حلوة بسيطة، الفكرة مش في التكاليف قد ما هي في تكنيك العمايل وظبطك لحاجات معينة. لو عملتيها هتطلعي معاكي احسن جاتوه في قلب البيت. انا جاية النهاردة مش عشان اسير الجدل، انا جاية النهاردة اوسط لك فكرة معينة تقدري تعمليها بكل تفاصيلها في البيت. يلا بينا نبدأ الفيديو. لكن لو أول مرة تشوفوا ليا فيديو، أنا مرمر، دي قناتي على اليوتيوب. يلا بينا نبدأ الوصفة. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الوصفات الجديدة السريعة والسهلة الاقتصادية اللي في قلب البيت. أول حاجة هبدأ بيها 6 بيضات، نص كيلو من الاسبونج. أنا متعمدة أجيبهولكوا في قلب الكيس كده عشان تعرفوا يا جماعة إن أنا مش مستخدمة ماركة معينة، لكن من عند محل بيع مستلزمات حلويات مضمون جدا وبتعامل معاه من سنين السنين. الفكرة في انك تكوني ضامنة الحد اللي بتستخدمي معاه قد ما تجيبي الماركة وما انتش عارفة تستخدميها. وصلتكوا؟ طيب اول حاجة هعملها هحط كمية المكونات بتاعتي كلها فوق بعضها وهضربها مرة واحدة في الخلاط. مش هعمل بقى سبونج في قلب البيت ان انا اجيب افصل بياض عن صفار واحط ذره ملح واحط سكر بودره وافصل ده عن ده وابتدي ان انا اضيف دوت. ماشي اوكي، ده بيدي نتيجه حلوه، لكن ده اسرع وبيدي نتيجة مضمونة للناس اللي ما بتعرفش تعمل حلويات. يعني انت لو عندك حد بيبيع الحاجات ديت هيبقى سهل جدا انك تعملي ده في وقت قصير، وكمان ضامنة النتيجة. بس لو مشيتي على الخطوات. الفانيليا دي نوعها حلوة جدا، كانت اول مرة ان انا استخدمها. انا طبعا من الناس اللي بتحب الفانيليا السايلة، لكن لو ما توفرتش عندك او لو ما عندكيش مكان كويس بيبيعها استخدمي 2 باكت من الفانيليا اللي هي الباودر. هضرب بقى كل ده لحد ما الخليط يتحول عندي لحاجة زي كريمة الزبدة أو الكريم شانتيه. بصوا القوام واللون بقى عامل ازاي. هكون مجهزة صاج للخبز مقاس 30 في 40 يا جماعة. لو انت هتستخدميه ككيك او قطع جاتوه فوق الوش طبقات فوق بعضها اللي هو اللير فوق بعضهم دول، يبقى هتحطي الخليط كله. لكن انا عشان هبدا باني هعمل الجاتوه السويس رول الاول، فطبعا هحط 3/4 الكميه بس عشان لما اجي الفه ما يبقاش سميك معايا. الورقه بتاعت الخبز يا جماعه انا مطلعه حته منها، جزء منها من الناحيه دي وجزء منها من الناحيه دي اللي هي مرمر، عشان يبقى سهل ان انا اطلعها من الصينيه او صاج الخبز. وكمان علشان خاطر الف فيها وانا بلف. هفرد بقى الخليط بتاعي كويس قوي بقى كده بالسباتولا واظبطه، وهجيب الستيك الصغير او الخلال الصغيره الخشب ديت وهبتدي اعمل دواير كده على واسع شويه. والحركه دي بنعملها علشان خاطر سطح الكيك او سطح الاسبونج بتاعنا يكون مستوي، ما يخرجش حته عاليه وحته واطيه، لان مش هينفع اعمله زي الكيك العادي واخبطه خبطتين على الكاونتر او على الترابيزه اللي عندي علشان خاطر اخرج منه الهواء. هدخلها على فرن درجة حرارة 180، هتقعد من 7 دقايق بالظبط. هي 7 دقايق، 7 دقايق كتير قوي، 8 دقايق. هتختبريها طبعا بالخلة، هتطلع معاكي بالمنظر ده، السطح زي ما احنا شايفين اهو، لا حتة عالية ولا حتة واطية. طب الفقاعات اللي ظهرت دي حلو جدا انها ظهرت، ده بشيل منه الجزء او الرئه البسيطه جدا اللي فوق الوش بتاع الاسبونج. طب ليه مرمر بتعملي كده؟ الرئه دي بتبقى جامعه كل زفاره البيض، كل ريحه البيض الزفره، فلازم تتخلصي منها. طب ليه ما بنعملش كده في قلب الكيك؟ في قلب الكيك بيكون التكنيك مختلف شويه، ما بتكونش كميه البيض كتيره والدقيق قليل، فما بيبانش الموضوع بتاع زفاره البيض. بصوا بظهر السكينة وبلمها بتتلم
بتطلع معايا اهي بكل سهولة. هشيل بقى كل اللي موجود ده كمان عشان يديني فرصة المسام اللي موجودة تحت تشرب مني الكريمة وتشرب مني المربى اللي هحطها، او لو هعمل تشريب لليرز من الجاتو اللي هو زي الشوكولاتة اللي انا وريتلكم في اول الفيديو تقبلوا مني. ده قوام الكريمة بتاعتي، ولازم تكون محطوطة في التلاجة. السبونج بتاعي بيكون ساقع وبارد تماما وطلعته من صاج الخبز. ما ينفعش ان انا استخدمه وهو سخن، هيسيح الكريمه معايا وهتبقى ميه والدنيا مش هتبقى الطف حاجه. خدي بالك من الحاجات الصغيره ديت اللي احنا بنقولها في وسط الفيديو عشان هتفيدك وانت شغاله. لو اول مره تمدي ايديكي في سبونج او عايزه تعملي سويس رول هيطلع معاكي في منتهى الجمال لو مشيتي على نفس الخطوات. هيبقى فعلا سهل انك تقولي وداعا لشراء الحاجات دي من بره. انا عايزاكم كده تحسبوا الكام حته اللي احنا عملناهم في الاول دول. النص كيلو السبونج الشوكولات طلع حوالي 10 قطع، القطعه مقاس 4 في 12. والرول السويس رول طلع حوالي 12 او 13 قطعه، العرض 3، وطبعا الراوند اللي انتوا هتشوفوه. غطيت الجزء بتاعي كله بالكريمة واكدت على الاحرف علشان ما تبقاش ناشفة. وبعد كده هستخدم المربى. نوع المربى اللي انا بستخدمه مربى فراولة، ودي من احسن المربات اللي انتي بتعملي بيها السويس رول. لكن لو حابة انك تستخدمي نوع تاني عندك مربى التوت بتبقى حلوة برضو، ومربى المشمش، لكن افضلهم الفراولة لان الاتنين التانيين بيبقى فيهم لزعة، وطبعا انت بتعملي حاجه مسكره فما بتبقيش محتاجه اللزعه قوي. وزعت الفراوله بتاعتي كده وهبتدي برضو افردها فوق الكريمه. وهلف هيتلف معايا بكل سهوله، وهستخدم في اللف الورقه بتاعه الخبز اللي انا ما شلتش اصلا السبونج من عليها. وبعد ما الفه بيها بقى هجيب ورقه تانية خالص نضيفه بقى ااكد عليها على اللفه دي واقفلها من الجناب. هتسيبيها قد ايه؟ اقل ما يجب عشان تسيبيها عشان التقطيع. على الاقل هيبقى 5 ساعات عشان تتقطع معاكي كويس، عشان ينفع تتقطع معاكي. طب انا سبتها قد ايه عشان تبقى مرتاحه بقى في التقطيع وعشان كمان اقدر ازينها من فوق؟ سبتها ليله كامله. كده انا لفيت الورقه الاولانيه وادي كمان الورقه التانية. طب لو انا عايزه اكتفي بكده وانا ما عنديش استعداد او ما عنديش امكانيات ان انا احط كريمه، لا خلاص ما تحطيش وتستخدميها كده ك سرول عادي وتتقدم. كفايه الكريمه والمربى اللي محطوطين جوه. طب لان انا عايزه احوله لجاتوه هبتدي بقى اعمل الخطوات اللي احنا هنعملها. هنحط كريمة، وممكن جدا تحطي جناش شوكولاتة فوقيها. ممكن تقلبي على جناش الشوكولاتة قطع سوداني مجروش، هتبقى طعمها خطير جدا برضو وهتديكي شكل حلو قوي في التزيين. يعني بصوا زي ما انتوا حابين ابدعوا. لكن لو ما عندكيش افكار تقدري تتفرجي على الفيديو، تقدري تتفرجي على افكار تانية كتير. انا عاملة حاجة خاصة كده للتزيين بتاع التورتات للمبتدئين عندي على القناة، تقدري تخشي عليه وتشوفي افكار كتيرة جدا لتزيين. طريقة عمل الوردات بالجناش، طريقة عمل وردات بالكريم شانتيه، هتلاقي حاجات الحقيقة يعني الناس المبتدئين سهلة جدا. هشيل الحرفين من هنا ومن هنا، ودي الاحرف اللي بتبقى مكان الخبز بتبقى قاسية شوية، وما ينفعش ان انا اخليها في قطعة في وسط قطعة من القطع. وهبتدي بقى عشان تحسي ان شغلك فعلا مظبوط وزي بعضه. هجيب المسطرة وهبتدي اقسم الرول عندي واشوفه هيطلع معايا كام حتة، وادي علامات بالسكينة علشان تطلع عندي القطع كلها متساوية. ده لو انت حابة انك تطلعي الشغل بتاعك مظبوط جدا وشكله يعني قريب، ويمكن 80-90% زيه زي الجاهز. والجاهز الحلو كمان مش الجاهز الشعبي،
لانك مستخدمه كل الخامات اللي انت مستخدماها خامات من الدرجه الاولى. الكريمه، نوع الكريمه الحلو اللي تقدري تثقي فيه هو المتحده. طب لو ما تقدريش الخام، كريم شانتيه خام. انا حاطه على الكريم شانتيه مدعمه الطعم بتاعه بكريم باستري او الكريمه الباتيسير زي ما بتسموها. تمام. الكريمه مخفوقه بميه ولبن مع بعض الاتنين علشان ما تديكيش مطه وما تعرفيش تشتغلي بيها. بعد كده عملت روزيتات من الشوكولاته، كريمه الشوكولاته. بصوا شكل القطع تحفه ازاي، الدوران اللي جوه واخد اللون الاحمر ده بتاع الفراوله. تعالوا طب اوريكم على السريع كده شكل وردات الكريمه. ده التيب بتاع وردات الكريمه. انا هنا المفروض بيبقى ليها جزء ان احنا بنشتغل عليه، بس الحقيقه هو فقد عندي او تقريبا ايدي حطيته في حته ومش لاقياه. جبت قلم جديد شلت منه الجزء بتاع الحبر خالص وغسلت القلم وابتديت ان انا استخدمه. يعني قلم يكون اول استخدام. طب هنقل الوردة ازاي عشان احطها على الكريمة؟ بصوا بمنتهى السهولة. المقص ده طبعا بتاع المطبخ طبعا. ودي قطعة الجاتو اللي انا عملتها هنقلها عليها. وده كان شكل من الاشكال اللي انا عملتها. طبعا الشوكولاتة انا اخد وقت كتير، حطيت عليه دست ذهبي وحطيت عليه صوص التوفي اللي موزع عشوائي قدامكم ده، روزيتات بسيطة من الكريمة اللي بالشوكولاتة وحبة كريز ودوم. طبعا لو عايزين الوصفة اكتبولي في التعليقات، ولو استفدتوا اي حاجة من الفيديو ما تنسوش تكتبولي دعوة حلوة، وما تنسوش اللايك اللي مش هيكلفكم حاجة خالص بس هيحسسني ان انا افدتكم بشيء. كمان هيخلي الفيديو على اليوتيوب اكبر وقت ممكن عشان ناس كتير جدا تستفيد منه. بيتهيالي الفيديو متعوب عليه واستاهل تعملوا لي لايك عليه دلوقتي. اشوفكم بخير في وصفة جديدة ان شاء الله. هتبقى بقى من وصفات العيد. عملنا مع بعض النهاردة جاتو الشوكولاتة وجاتو السويس رول بطريقة بسيطة. داخل علينا العيد، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعل أيامكم كلها سعادة وأعياد يا رب. فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.